وطالب باسم الشعب اللبناني مش باسم الدولة اللبنانية إعادة بناء إهراءات بلبنان مش بس ببيروت. عشان صغيرة بتدفع بلاوي كتيرة. وأنا تواصلت مع وزارة الخارجية وعرفت أنه بصندوق التنمية الكويتي في أموال موجودة، يمكن بشخطة قلم اليوم يؤخذ قرار أنه بنوا إهراءات لبنان. بيروت وطرابلس تستطيع الكويت أن تدعمنا فيها. الله يعطيك يا أفندي، الله يرزقك، الله يعطيك. بدنا نخلص منكم انتم الشحاتين العمى. عبارة بشخطة قلم مثل ما اقتضى التوضيح هي عبارة تستعمل في اللغة العامية اللبنانية، دلالتها أو معناها مثل ما قلنا هو الأمر القابل للتنفيذ وبسرعة. الله يرزقكم، الله يعطيك ولا يرضيكم. يعني بشخطة قلم أو بكبسة زر. ما قصدنا أبدا فيها الاستخفاف أو يعني القطع على المسار الدستوري والطبيعي للتعامل بين دولتين شقيقتين مثل لبنان والكويت. حسن صغيرة بتدفع بلاوي كثيرة يا عم. بس قرشين اشتري فيه. تفضل.